السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفاؤل، المعتقد اللي احنا هندعمه النهاردة وهنأيده وهنركز عليه النهاردة هو معتقد التفاؤل. وزي ما اتعودنا في الحلقات اللي قبل كده كلها ان احنا ما بنقولش معتقد بسيط مفهوم بالنسبة للناس كلها والدنيا بالنسبة لهم سهلة، لا احنا دايما بنحاول ندور في المعتقدات على جانب نفسي، على جانب عقائدي، وعلى جانب فكري. بنحاول ان احنا نفصص المعتقد اللي احنا بنتكلم عليه، لانها بتبقى معتقدات ليها دور اساسي كبير جدا 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 في حياتنا. وفي اوقات بيبقى فهمنا الغلط ليها بيتسبب في ان المعتقد بدل ما هو معتقد ايجابي قوي داعم للحالة النفسية والمعنوية ليا انا كشخص في الحياة، بيتحول لمعتقد هدام ومدمر، ممكن يدمر كل حاجة أنا بحاول أبنيها في الحياة. معتقدنا اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو معتقد من أهم المعتقدات، هو معتقد التفاؤل. التفاؤل هو كان من الحاجات اللي بيؤمن بيها الرسول عليه الصلاة والسلام وبيحبها جدا. يعني في حديث يقولك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالفأل الحسن، كان دايما يحب الفأل الحسن في كل شيء، يحب يبقى متفائل، يحب يشوف الجانب الإيجابي من كل شيء، والتفاؤل عنده كانت سمة من سمات الفكر الخاص بيه. اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان التفاؤل هو مش السذاجة، عشان في ناس متخيلة ان التفاؤل هو السذاجة، والتفاؤل هو مش التفكير الإيجابي اللي هو بالمعنى الأصح طالع ومتداول عليه اليومين دول. هنبدأ نتكلم في الأول في مفهوم التفاؤل بمعنى كلمة تفاؤل، ونتكلم بعد كده في مفهوم الإيجابية بالمنظور اللي موجود اليومين دول، لأن برضه بيتسبب بمشاكل كبيرة قوي زي مفهومنا المتفائل عن التفاؤل اللي ممكن يودي في 60 داهية. التفاؤل أولا احنا كده بنتكلم إن احنا كأشخاص مؤمنين إن الكون اللي احنا عايشين فيه ده ليه إيه؟ ليه إله. الإله دوت هو إله كل الخيرية، يعني بالمعنى الأصح إله كل الخير. وبالتالي فإن الكون اللي احنا موجودين فيه ده في حاجة اسمها الخير المطلق، لكن في وجود إله كل الخيرية في شر في الكون. في شر في الكون، لكن بوجود إله كل الخير فما فيش حاجة اسمها شر مطلق في الكون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في خير مطلق في الكون لكن مفيش شر مطلق في الكون. بمعنى ان اي شر انت بتقابله في حياتك وانت ماشي هو ما هو الا حاجة او خطوة انت مش شايفها بعينيك بتخدم فكرة ونظرية الخير المطلق اللي احنا رايحين عليها. يعني كل حاجة في الكون هي بتخدم فكرة الخير المطلق اللي موجود في الكون. وبالتالي كل عقبة انت بتقابلها في طريقك ما هي الا خرم في سفينتك عشان يحافظ لك على السفينة. كل حد هو منعك عن شيء، هو منعك عن شيء علشان بالمعنى الأصح يقربك من حقيقة انت محتاج تقرب منها. ممكن يبقى الحقيقة اللي انت محتاج تقرب منها دي روحانية، ممكن تبقى الحقيقة ديت حقيقة مادية، ممكن يبقى هو منع عنك ضرر، ممكن يكون هو بيزوقك في اتجاه انك تبدأ تكتشف قدراتك وقدرات نفسك. ياما كتير قوي في قصص النجاح اللي انت تقرا عنها، يعني مثلا جاك ما بتاع شركة علي بابا اللي ممكن يبقى اغلبكم عارفها. شركة علي بابا من اشهر الشركات اللي موجودة على مستوى العالم، يعني صاحبها ملياردير، اغنى راجل في الصين. جاك ما هو بيحكي بيقول لك اترفض من اكتر من 3 كليات، اترفض اكتر من 10 وظائف، قدم كذا مرة في جامعة هارفارد واترفض اكتر من 30 مرة، اترفض من حاجات كتيرة قوي واترفض من وظائف كتيرة قوي لغاية لما قرر ان هو يعمل مشروع بتاع علي بابا. ولما راح علشان يدور على استثمارات اترفض كتير جدا. ياما ناس بقى في شركات فتحت شركات وبقت شركات دي كبيرة جدا، من شركات خضروات، من شركات كذا، من شركات كذا. هو كان عايز يروح يتقدم في وظيفة، يعني كان في قصة لشخص انا مش فاكر هو اسمه ايه، راح يتقدم لوظيفة بواب في مايكروسوفت، وعلشان ما كانش عنده ايميل فاترفض ان هو يعينوه في مايكروسوفت. فراح بدأ يعمل شركة، يعني عمل حاجة كده زي ايه بالمعنى صح، بيعمل خدمة منزلية بيوصل الفاكهة والخضار. واحدة واحدة بدأ الموضوع يكبر، واحدة واحدة بقت شركة، واحدة واحدة بقت شركته ملياردير، يعني الشركة وصلت لمليار دولار. وبقت مايكروسوفت بتتعاقد معاه علشان هو يورد لهم الفاكهة والخضار اللي هم بيجيبوها للموظفين بتوعهم.
تخيل انت الموقف. فطلبوا منه الايميل، قال لهم والله لو كان عندي ايميل كان زماني دلوقتي شغال بوابة عندكم في مايكروسوفت. فالتفاؤل بقى ان انت مؤمن برب اله كل الخيرية، فوانت ماشي في الحياة هتقابلك محن، مفيش حياة من غير محن. فلما تقابلك المحنة لازم تبقى انت عارف ان المحنة اللي بتقابلك دي مستخبي جواها منحة، هي مش جاية عشان تنغص عليك عيشتك. هو الاله مش قاعد فوق عايز يخرب عليك حياتك، هو بيعمل كل حاجة علشانك، وكل حاجة علشانك دي بتتعمل في هدف وصول للخير المطلق. وبالتالي المحنة جواها منحة، الأذى جواه رضا، جواه خير، جواه حاجات جميلة انت رايح لها. وبالتالي لو أنا كشخص بدأت أدرس علوم الحكمة وبدأت أفهم معنى التفاؤل بالشكل الحقيقي اللي المفروض يبقى التفاؤل موجود عليه في الحياة، فأنا دايما شايف إن في خير في كل شر أنا بقابله في الحياة، حتى لو أنا مش عارف هو إيه الخير ده. أنا عارف إن في إله حكيم كل الخير، وبالتالي أي شر موجود في الكون بتاعه هو شر بيخدم الخير المطلق. فبالتالي مفيش شر مطلق، وبالتالي أي شر مستخبي جوه خير حتى لو أنا مش شايفه. وبالتالي لو أنا شايف إن في خير موجود في قلب كل شر، في حدث أنا موجود في حدث دلوقتي، الحدث صعب عليا جدا، بس أنا مؤمن بإله كل الخير كل القدرة وهو ما عندوش شر مطلق، فأنا مؤمن إن الشر اللي موجود دلوقتي في خير بس أنا مش شايفه. فالطبيعي الحالة اللي أنا أكون عليها دلوقتي هي إيه؟ التفاؤل. أنا متفائل إن الإله الكل القدرة الكل الخير اللي حطني في الموقف الصعب اللي أنا موجود فيه ده، الهدف منه حاجة خير بس أنا مش شايفها، فأنا متفائل، فهبدأ أشتغل، فهبدأ أطلع، فهبدأ أطلع أحلى حاجة موجودة واكسر الشر وهحوله لخير. لكن انا بقى لقيت الخير، يعني مثلا تخيل كده بقصة سيدنا الخضر وقصة سيدنا موسى لما ركبوا في السفينة وقاموا جايين خارمين السفينة علشان الملك ما ياخدهاش. فجه الراجل صاحب السفينة لقى الخرم في السفينة، وليه يا رب تعمل فيا كده، وانت ليه يا رب بتعمل فيا كده، وقعد يندب حظه لغاية ما السفينة ما غرقت كلها والسفينة راحت. انت متخيل ان هو دوت اللي كان ربنا خلى سيدنا الخضر يخرم السفينة علشانه؟ لا طبعا. لو هو ما بدأش يشتغل ويشوف الخير اللي موجود في الشر، ما يشوفش المنحة اللي موجودة جوه المحنة، كان هيسيبه هيقعد يبكي ويندب على السفينة اللي اتخرمت دلوقتي لغاية ما السفينة ما هتغرق بالكامل ويقعد يندب حظه عليها. لكن ربنا اداله الخرم ده علشان عايزه يشوف الإيجابية اللي موجودة في الخرم ده، فيبدأ يسد الخرم ده فيحتفظ بسفينته والملك يسيبها. اغلب الناس في الزمن اللي احنا موجودين فيه بيقعدوا يندبوا حظهم على الخرم اللي موجود في سفينتهم لحد ما السفينة ما بتغرق. هو ربنا بيديك ادوات، ربنا مش هو اللي هينقذ لك السفينة بالكامل. يعني هو لما جه سيدنا الخضر ينقذ السفينة من الملك ما خفاهاش بقدرة السحرية العجيبة اللي كانت موجودة عنده وخلى الملك ما يبقاش شايفها، ما حصلش. هو عمل ايه؟ هو انقذ السفينة بخرم فيها. الخرم دوت علشان يتعالج محتاج منك انك تشوف الخير اللي موجود جوه الشر فتبدأ تشتغل على اللي في ايدك. لو انت متخيل ان ربنا بيقدم حلول مجانية معجزاتية لحضرتك علشان تطلع من اللي انت فيه، فسامحني، انت طريقة تفكيرك فيها حاجة معيوبة شوية. بس في معجزات يا احمد في الكون، اكيد في معجزات في الكون. اصلا ان انت قاعد دلوقتي تتفرج عليا في كاميرا بتاعت موبايل من اخر الدنيا وانا في اول الدنيا، انا موجود في مصر وانت ممكن ما تكونش موجود في مصر اصلا، دي معجزة في حد ذاتها. انت ليه شايف ان دي حاجة سهلة؟ عينك اللي انت بتشوف بيها دي اصلا دي معجزة في حد ذاتها. حد ذاتها. شفت كده؟ عاجبك اللي انت خليتني اقوله ده؟ ودانك دي معجزة، انك تتنفس دي معجزة، الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في حياتنا اليومية، الموبايل اللي احنا عمالين نستخدمه وشايفينه حاجة عادية، ده معجزة. من 100 سنة لو كنت قلت لهم ان في حاجة هتبقى حاجة زي كده كانوا اتريقوا عليك. فبالتالي احنا دلوقتي في معجزات، بس المعجزات دي حاجات احنا اللي بنصنعها. وبالتالي عايز تصنع معجزتك، اصنع معجزتك بس بالتفاؤل. مستحيل تروح تصنع معجزتك وانت مش قادر تشوف الخير اللي موجود جوه الشر. التفاؤل هو قدرتك على رؤية الخير اللي موجود جوه الشر، بس انا ما ببقاش عارفه يا احمد. ما هو الفكرة كلها رؤية الخير اللي موجود جوه الشر، لو انت شفتها ما بقاش الشر شر.
قدرتك على رؤية الخير اللي موجود جوه الشر هي دي اللي بتفرق الحكيم عن السفيه. السفيه مستحيل يشوف في الشر خير، السفيه هيشوف الشر شر والخير خير، لكن الحكيم هيشوف الخير خير والشر جواه خير حتى لو عينيه مش شايفاه. واتفقنا في الحلقة اللي فاتت انك انت مش مطالب انك تعرف الحكمة وقت حدوث الحدث، لانك لو كنت كل دقيقة بيحصل فيها الحدث تعرف الحكمة اللي ورا الحاجة دي، انت حاجة من اتنين: يا اما انت عالم بالغيب يا اما انت ربنا، وانت لا عالم بالغيب ولا انت ربنا. مادام انت مش الاتنين يبقى انت لازم يكون عندك الحكمة في انك تبقى دايق الخير اللي مستخبي جوه الشر. الشر مؤلم يا احمد، اكيد لازم يبقى مؤلم، والا ربنا ما كانش حاطه في طريقك. زيه زي الدواء، الدواء هيبقى مر لكنه هيعالجك، الشر هيبقى مؤلم لكنه هيعالجك. هيعالج ازاي؟ انك تقدر تشوف الخير الخفي فيه اللي هو انت مش شايفه. هو ضلمة دلوقتي في شر، انا مش شايف خير بس انا مؤمن ان فيه خير. ده التفاؤل، قدرتك على رؤية الخير في قلب الشر، قدرتك على رؤية الحلو في قلب الوحش، قدرتك على رؤية الصحة في قلب الألم والمرض، قدرتك على رؤية الإيجابي في وسط السلبي. طب يا أحمد، ما انت هو بتقول الإيجابي في وسط السلبي، يبقى احنا هنأيد فكرة الإيجابية. لا. بتقول لا ليه؟ أقول لك لا ليه. صل بينا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا دلوقتي اتفقنا من اول يوم: معتقد سليم حياة سليمة، معتقد فاسد حياة فاسدة. راقب معتقداتك، راقب عقلك. كان جيم رون دايما يقول لك ان هو لما بدأ يتعلم مع مستر شيلف اللي بدأ يعلمه ازاي يعمل فلوس ويكسب ثروات والكلام ده كله، انك راقب عقلك. انا بقى بقول لك راقب معتقداتك، وراقب الكمية الحاجات الفاسدة اللي انت بتدخلها جوه دماغك كمعتقدات، لان دي هتفسد حياتك وهتفسد اللي جاي من اختياراتك. انت بدأت دلوقتي تطلع مدرسة بتروج لفكرة الإيجابية المطلقة. يعني ايه الإيجابية المطلقة؟ يعني بالمعنى الأصح هي مبنية على فكرة قانون الجذب. قانون الجذب صح ولا غلط يا احمد؟ لا لسه هنناقش ده قدام شويه، بس هي الفكره كلها ان قانون الجذب بيقول لك انك انت بتجذب الاشياء اللي انت بتحسها، فبالتالي اي شر هيجيلك في الحياه هو شيء انت جذبته، وبالتالي اي حاجه بتحصل لك سواء حوادث سواء مصايب سواء حاجات من كده هو شر انت جذبته لنفسك. وبالتالي لو انت مش عايز تعيش في حاجة فيها شر ولا ألم ولا بتاع، حاول ان انت تركز تفكيرك انك ما تشوفش الشر وتشيل الشر من جوه نظام اللاوعي بتاعك، فبالتالي انت مش هتقابل الشر خالص، وهتبقى حياتك كلها خير في خير، وهتعيش الجنة على الأرض. حلو الكلام؟ عارف انه كلام جميل جدا، كلنا نفسنا اننا نعيش الجنة على الأرض وما نقابلش الألم وما نقابلش الحاجة الوحشة وما نقابلش الحاجات المتعبة. مش كل الكلام الحلو صح، مش كل الكلام اللي يرضيك حلو وصح. ممكن اقول لك كلام علشان يرضيك علشان اخد اللي في جيبك، فمش معنى ان انا بقول لك حاجة ترضيك ان هي دي الحقيقة اللي موجودة في الكون. لا، انا بقول لك الحاجة اللي ترضيك علشان اخد الفلوس اللي في جيبك، علشان تيجي تدفع في الكورس بتاعي اللي انا هقول لك بيه ان انا هتخليك تتخلص من الالم والمشاكل، على الرغم من ان الناس اللي بتقول لك الكلام ده كله عندها الم ومشاكل عايشاهم، وكل واحد فيهم بيطلع يحكي لك قصته ازاي هو تجاوز الالم والمعاناة ووصل للي هو فيه. وفي وسط ما هو بيقدم اللي هو بيقدمه لك ويقول لك احنا هنعيش من غير الم ومن غير معاناة وانا عايش في الجنة اللي موجودة في الارض، هو بيطلع يعاني ويطلع يحكي لك، وبيبقى كلامه بيقطر معاناة من الهجوم والحاجات اللي بتحصل معاه. فانت تخيل، محدش هتلاقيه ناجح هو شخص قادر يعيش إيجابية بس من غير سلبية. الحياة قايمة على التوازن، في إيجابي وفي سلبي. أي حد يقول لك أنا هعيش متعة الحياة بس ومش هدوق السلبي نتيجة إن أنا مش هبص للسلبي، ده شخص مغيب، يا شخص كذاب، يا شخص مغيب، يا شخص كذاب. هو بيلعب على أفكارك علشان ياخد اللي في جيبك. مفيش نبي عاش الحياة من غير ما يكون في حياته حاجات سلبية ومؤلمة،
مفيش نبي اللي احسن مني ومنك. افتكر كده، هات لي نبي معاش اي موقف سلبي، مش هتلاقي. مفيش اي حد من الناس اللي بنوا حضارات، لو انت بتقرا في التاريخ في الحاجات دي كلها، ما عداش بمواقف صعبة ومؤلمة جدا في حياته. مفيش شخص انت هتحب تروح تسمع له كلامه وحياته ودنيته وقصته، هو شخص ما طلعش من جوه المعاناة كده وقدر يحقق حاجة كبيرة. شخص قدر ان هو يتجاوز الألم والوجع والجوع والعطش والتعب اللي موجود في الحياة، وقدر ان هو يحقق حاجة كبيرة. هي دي دايما الناس اللي انت بتعول عليهم، وهي دي الناس اللي انت بتعول على قصتهم علشان تشوفهم. فبالتالي لما اي حد يجي يقول لك الايجابية المطلقة وان هي ايجابية مفيش سلبية، مع الايجابية المطلقة ديت وقت ما تجيلك السلبية وتخبطك في نافوخك، انت مش هتعرف تكون متفائل. ازاي تكون متفائل وانت شايف ان اللي بيحصل دوت نتيجة ان اللي انت عليه؟ انا مش عارف ما اكذبش السلبيات، انا طول الوقت بكذب السلبيات. لا يا حبيبي، انت بتكذبش السلبيات، انت عملت نفسك اله زي ما هم فهموك كده. انت مش اله، انت عبد. يعني ايه عبد؟ يعني انت عايش في قدر الله، فقدر الله كله خير عليك. فلما ربنا هيشوفك انت تفكيرك مغيب، هيديك في السلبيات لغاية لما تتكرع سلبيات. سامحني على كلمة تتكرع سلبيات، بس هو ده اللي هيحصل، وده اللي انا بشوفه. في ناس هتبدأ تخبي عينيها وتقول لك لا مفيش سلبيات مفيش سلبيات وهي متبهدلة سلبيات. وفي ناس هتبدأ تكفر بالفكر ككل وتقول لك مفيش حاجة اسمها تنمية بشرية، مفيش حاجة اسمها وعي، مفيش حاجة اسمها الكلام ده كله. لا، انت اشتريت معتقد غلط وبنيت عليه. هو الجذب يا احمد ده حلو ولا وحش؟ لا، الجذب وحش. ليه الجذب وحش؟ عشان معتقد فاسد. ليه معتقد فاسد؟ يعني انت دلوقتي متخيل ان انت بتجذب كل حاجة في الحياة. ان انت بتجذب بعض الاشياء اللي موجودة في الحياة نتيجة افعالك، دي حاجة حقيقية موجودة، لان هي خريطة القدر بتقولك ان هو قانون احتمالات. وقانون الاحتمالات ان كل حاجة متاحة، وانت لو اخترت المسار الصح هتلاقي فيه الحاجات اللي انت عايزها، وهتلاقي فيها حاجات تانية انت مش عايزها. كل مسار انت هتمشي فيه هتلاقي فيه الحاجات اللي انت عايزها وحاجات تانية انت مش عايزها. انت ما جذبتش اللي انت مش عايزه، انت بتاخد المسار ككل باللي فيه، لان المسار ربنا بيعدهولك بكل ادواته اللي انت محتاجها. ربنا بيعمل لك اللي انت محتاجه مش اللي انت عايزه. قانون الجذب بيقول لك اللي بيحصل لك هو اللي انت عايزه مش اللي انت محتاجه. اللي بيحصل لك اللي انت عليه، اللي هو موجود، حقيقتك الداخليه هي اللي بتجذب لك كل شيء، بما في ذلك الكوارث وبما في ذلك كل حاجه. لا يا حبيبي، انت عبد مش اله، انت مش الله. الله هو اللي بيحدد وبيرسم الاقدار بتاعه الكون، كل حاجه مكتوبه فيه. المسارات مختلفه، غير زي ما انت عايز، انما انت ما بتكذبش. طيب يعني قانون الجذب دوت مش موجود، الناس بتستدل عليه بآيات من القرآن. في آية واضحة جدا بتتكلم عن قانون الجذب، وهي الآية اللي بتقول لك أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اسمع الآية كده تاني، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أو اتخذ عند الله عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. ربنا هيديله اللي هو عمال يقول أنا هيجيلي ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. انت دلوقتي خليت قانون الجذب زيه زي الإله، زيه زي الله. هو اللي بيجيب وهو اللي بيدي وهو اللي بيمنع، هو اللي بيأذي وهو اللي بيعمل. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. هيخليك كل شوية تفكر في حاجة سلبية تلاقيها في حياتك، كل ما تفكر في حاجة سلبية تلاقيها في حياتك. ليه؟ عشان هو ربنا قال لك كده، وعدك بكده. انت بدأت تترك الإله الحق الله، بدأت تسيب السيستم الحق اللي هو القدر، وبدأت تمسك في حاجة معيوبة اللي هو الجذب، وبدأت تتخيل ان الجذب بيدي وبيمنع، عملته إله. فربنا بيقول لك هيكفر بعبادتك اللي انت بتعبدها له، وهيبقى عليك نقمة.
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. هيبقى العكس تماما، كل ما تفكر في سلبيه تلاقيها في حياتك، كل ما تفكر في سلبيه تلاقيها في حياتك. يعني انا بكذبها يا احمد، انت ما بتكذبهاش، بس المسار اللي انت دخلت نفسك فيه دوت فيه وعد رباني ان الحاجه اللي انت هتعبدها هتبقى عليك ضد وهتتقلب عليك، علشان ربنا يرجعك عن المسار اللي انت فيه. فلما تبدأ تفكر في الفكرة بتاعت قانون الجذب الفاسدة ديت، هتبدأ تاخدك لفكرة السلبية والإيجابية، فتقول أنا مش هفكر في السلبيات، فهتبقى حياتي إيجابيات، ومش هتبقى حياتك إيجابيات. تفاءلوا، تفاءلوا بالخير تجدوه. وعشان تتفائل لازم يبقى عندك معتقد سليم، علشان تبقى حياتك سليمة في الحلو وفي الوحش. الحلو بيودي الخير مطلق، والوحش برضه كمان بيودي الخير مطلق، وعليك انك تشوف الحلو في قلب الوحش. الحديث بتاع النهاردة هو حديث جميل قوي، فحبيت اقوله بلساني من غير ما اقراه. عارف ان هيبقى فيه بعض يعني هو مش متقال حرفيا، فهو حديث ما معناه، لان الحديث ده من الاحاديث اللي انا بحبها. هو بيقول لك يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس فيها غمسة. يعني هيجيبوا أكتر واحد كان منعم في الدنيا، ويقوموا جايين غامسينه في النار زي صابع البقسماط كده، يطلع لك كده البقسماطية الجديدة الراجل دوت. يقولوا له هل رأيت خيرا قط؟ فالراجل ده يقول لهم والله ما رأيت خيرا قط. نسي كل نعيم الدنيا، غمسة بس كده زي صابع البقسماط كده، طلع هل رأيت خيرا؟ والله ما رأيت خيرا قط. ويجوا بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة، ويقوموا جايين غامسينه في الجنة غمزة، ويقوموا مطلعينه، ويقوموا قايلين له هل رأيت شرا قط؟ هل رأيت بلاء قط؟ يقول لهم والله ما رأيت شرا قط. تخيل، سبحان الله. الخير المطلق موجود، لازم تدوق الجنة اللي موجودة قدام علشان تستحمل النار اللي موجودة دلوقتي. وإذا عرفت ودقت الجنة اللي موجودة قدام عند ربنا، كل النار اللي موجودة دلوقتي هي عاملة زي الغمسة، انت عمال تعدي وعارف انك بغمسة واحدة كل الوحش ده اختفى، كل الصعب ده اختفى، كل الحاجات الوحشة دي اختفت من حياتك، وهتبقى حياتك نعيم وجنات ما فيهاش لحظة ألم ولا شقاء انت عشتها قبل كده. خلي بالك الحاجات دي تقدر تعيشها بجد لما توصل للسلام الحقيقي بجد، لما تؤمن بالإله الحق بجد، ساعتها هتوصل للسلام. يقول ما تقوليش ان هم كمان بيقولوا انهم وصلوا للسلام فعشان كده هم بيستمتعوا حتى بالألم. ما عادش في حاجة اسمها ألم بالنسبة لهم، مفيش حد بيستمتع بالألم. الألم لما ربنا بيجيبه عشان يألمك، فمفيش حد بيستمتع بالألم. لكن عشان تبقى فاهم السلام كويس، السلام انك هتبقى عندك سلام مع فكرة انك هتعدي عليك اوقات ما فيهاش سلام. يا سلام ايوه فعليا هي كده. فكرتني بسمير وشهير وبهير لما قال له يا سلام يا سلام. السلام هي انك يبقى عندك سلام مع فكرة ان هيعدي عليك اوقات ما فيهاش سلام. هيكون عندك سكينة، سكينة ان انت عارف ان الوقت ده انت ما عندكش فيه سلام، نتيجة ان هي دي الحياة علشان تترقى. فهي ده التفاؤل يا جماعة، انك تعرف دايما 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 تبقى شايف الخير حتى في اقصى لحظات الحياة ظلاما. مش اي حد يقدر على الكلام ده كله، ما يقدرش على حد يعمل الكلام ده كله الا حد صاحب قلب حي. صاحب القلب الحي شايف ربنا في كل شيء، وعشان شايف ربنا في كل شيء شايف الخير في كل شيء، وعشان شايف الخير في كل شيء هو قادر انه يتفائل. فاسأل نفسك كل شهر، يا ترى انت متفائل بحق، ولا شايف المنظور من منظور ايجابي مطلق من غير سلبية؟ اذا كنت متفائل فربنا يوفقك، واذا كنت غير كده فادعوك انك تظبط معتقداتك. السلام عليكم.